السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. تعالوا بقى عملنا النهارده الفول المقلي بجماله وطريقته الحلوة قوي، وعملنا البتنجان اللي يتعان في التلاجة اسبوع ما يجراش له حاجة، وعملنا فول بالتقلية. عملنا النهارده وصفات وطعمية وعملنا طعمية في الخلاط. المهم ان احنا عملنا النهارده فيديو شعبي جميل ولذيذ جدا، وعايزاكم تتفرجوا عليه وتتقنوا العمل فيه وتعملوا مشاهدة حلوة لأجل الساعات بتاعتها تزيد. وبحبكم في الله وشكرا لكم جميعا، وربنا يديكم الصحة يا رب. هنعمل مع بعض ايه؟ معانا نص كيلو فول مدشوش اللي هو متقشر، ونص كيلو فول اللي هو بتاع الدميس. بليته من بالليل كده وقمت اشوفه، لقيت الفول التاني ده في حبة كده حبيتهم كبيرة، رحت نقضاهم. قلت نعملهم فول نابت. وعملت ايه وقلت التاني ده غسلته حلو كده ووضبته، وقلت حطه بقى نعمله فول شعبي زي اللي بيتباع بره على العربيات او عند بتوع الطعمية. حطينا شوية عدس وشوية رز وشوية توم وحبة فول من المدشوش عليهم. هو ده الفول اللي بيعملوه بتوع الفول والطعمية، لاجل يبقى لافف وتقيل وحلو كده. ودول هنعملهم نابت. حطيتهم نبتهم بقى على بيات، هنبقى ننزلهم لوحدهم دول. وده بقى قسمت خدت منه حبة صغيرين كده، عملتهم ايه؟ الفول المقلي. زمان كانوا بيقولوا عليه اسمه فول اعملوا فول فصاصية. المهم في الفول المقلي، وده بقى شوفوا بالصلاة على النبي بقى، مخش سوا خالص. حتى له معلقة خل خلته لون أبيض وجميل ازاي. والحاجات دبت مع الفول، وبقت شوية فول حلوين قوي. شايفين المنظر؟ حبة فول مية مية. وجينا بقى هنعمل التقلية للفول المقلي. حتة تومة بهرسة كده شطة، وحطيناها مع البصلة وصفرناهم بقى لونهم حلو كده. هنحط معانا 3 حبات طماطم. ديت حتة التومة، دي حتة الصلصة صغيرة كده، ما بحبش الصلصة في الحاجة فبحطها بسيطة قوي يعني. 3 حبايات طماطم قشرتهم وضربتهم في الكبة كده ناعمين وحلوين اهو، كانوا في الفريزر. وعملنا كده بقى شوية تقلية مية مية. التوم مع الايه مع البصل والطماطم هنحط لها شوربة. زودناها شوربة كده. وجينا بقى ايه حطينا، شوفوا كده، تعتبر حطينا لها هتغلي، ونروح حاطين لها الفول. اه، حبة الفول عملتهم صغيرين، ولو اعرف كنت كترتهم لانها طلعت حلوة اوي. بعد ما استوت كده رحت عاملة لها شوية شعرية محمراهم وحطاهم عليها، ومزودة لهم شوية مية تاني على أساس إن هي إيه تبقى كده م- مش جامدة وجابسة كده بالمنظر ده. هنعمل بقى لهم كمان لسه كمان الطشة بالثوم والكزبرة. هنحمر التوم اهوت وفي زيت، وعملنا برضو البصل في زيت. يعني هي شغلها كله بزيت. عايزة تحط لها بقى زبدة حط لها، بس انا ما حطش بصراحة يعني. هي كده جميلة، طلعت حلوة أوي بطعمها على فكرة حلو. وده الفول تاني بقى عمالين بنقلبه، بس شوفوا النار مهدينا خالص لاجل ما يلزقش ولا حاجة. مو بقلبه بقى عشان ايه برضو ما يلزقش، لان الحاجات ديت لو سكت عليها هتلزق، اللي هو الرز والعدس والحاجات دي. هنقلي بقى كده هنعمل طشة معلقة الزيت مع حتة التوم، توم طازة كده. وهنحط لها شوية كزبرة برضو لسه طحناهم، وطلعت حلوة قوي. بقى اهو حطينا بقى الكزبرة مطحونة لسه، وشوفوا بقى لونها جميل. وحبة أكل النهاردة عسل عسل. حطينا بقى شوية فيها وشوية نحطهم على الوش بعد ما نغرفها،
وشوفوا بقى جمالها وطعمها حكاية، بجد طلعت حلوة قوي. ما كنتش أعرف إن هي حلوة كده. غرفناها بقى وحطينا التوم وزوقنا الطبق اهو، ما شاء الله. شوفوا عملنا لنا طبق قد ايه، شوية كانوا قد كده. ما شاء الله، حاجة حلوة. وديت اللي ايه، الفول اللي ايه بالتقلية، الفول المقلي او الفول اللي بالتقلية، حلو جدا. وعملنا كده، دمسنا الفول وعملنا بتاعة المفصصة، اللي هي بقولوا عليها مفصصة، كانوا زمان يقولوا عليها مفصصة. هنعمل الطعمية، حتة دقة توم، وهنحط فلفل كمون وكزبرة، معلقتين كزبرة كبار كده، وكمون كتير، وحطينا بصلة كبيرة كده، وحبة ربطة كزبرة، وشوية شبت. يعني قللي الشبت ما تكترش عشان ما لقناش كرات. ضربناهم مع حبة فول كده في الخلاط، وقلنا نكسر بقى، نساعد الخلاط ايه شوية في الكب. شوفوا مسكتها كلها عملت ازاي، همسكها بقى اضربها في الكبة تاني، بقت شكلها اخضر وجميل جدا. بس هو بتبقى جميلة بالكرات كمان. وحطينا بقى هنطحن تاني في الكبة الصغيرة دي عشان تنعم اكتر من كده. نعمت خالص بقى، شوفوا عاملة ازاي، ناعمة جدا. اي عملناها. وهنعمل ايه شوية بها، مع حطينا ايه، خدنا حتة هنعمل منها شوية كده، ظبطنا حقها وكل حاجة فيها كده. وحطينا حتة ايه، هنحط عليها بقى ايه نص معلقة كربونات. ما تحطيش الكربونات غير لما تكوني خلاص هتقلي الطعمية، ما تكتريش الكربونات، وحاجة بسيطة كده. ويا سلام بقى لو جبت بيضة ورحت فقشاها عليهم، يعملوك طبق قد كده. بس انا ما حطش بيضة عشان ما كانش في حد ياكل يعني. انا عملت كل الاكل ده وما حدش كان موجود هياكل الا اتنين. فبقيت اقول لنفسي، بس انت في الفريزر بقى الطعمية، وانت الفول حبيت في اكياس، وانت في الفريزر. وهنقلي حبة الطعمية هما تشوفوا بالمعلقة بحطها، وبقول لكم حطهم بالمعلقة عشان انا بصور. وبعد كده ايه، هسيب التليفون واعملها بايه، ايه عشان الزيت سخن احمرت على طول. هعملها بايدي شوية الباقيين. بتقب وبتتنفخ كمان ايه. ما شاء الله، طالعة طعمها حلو أوي. أنا بقيت قاعدة أكل فيها حف كده أهو، من كتر ما هي جميلة. شوفوا بقى اللي عملتها بإيدي، طالعة مدورة وحلوة ازاي. وعملنا كده قرينا شوية طعمية. وتعالوا بقى نعمل البتنجان الجميل ده. بتنجان بقى بطريقة تيتا، لازم تجربوه. لأن تيتا في عمل البتنجان كله ما عارف إن تيتا بتعمل بتنجان جميل جدا. قلنا البتنجان وجبنا حتة هرسة توم بالشطة، ورحنا عاملينها ايه، مدينها تشويحة حلوة كده. وهنروح حاطين عليها كمية من الخل، شو حبة خل كتير كده. وعصرنا عليها بعد كده ليمونة كبيرة. وحطينا دي كله فلفل أخضر وطماطم مية كبيرة، حبيتين طماطم. وعملنا شوفهم كل دي بقى. ما تنسيش الخلطة دي بقى اما تعمليها، وجمالها قد ايه جميلة. بتنقلك البتنجان في حتة تانية. أهم حاجة تديله التشويحة دي بقى بمعلقتين الزيت اللي بيفضوا من البتنجان. حطينا لها برضو كمون وكزبرة. ورحنا بقى ايه حاطين بعد ما طفينا قلب البتنجان ده فيها. يا جمال النبي، انا بقالي سنين ما باكلش بتنجان عشان النقرس. بس كلت النهارده من كتر ما هو بقى كان جميل ومظبوط قوي. كلت. شوفوا اللهم صل على النبي مع الفلفل. وتروحي بقى ماسكة حاطة في علبة من علب التلاجة ومعبية فيها، ويقعد عندك طول الأسبوع، تطلعي وتاكلي صبح ومغرب وظهر. حاجة تحفة. كنا الأول ما بنمنعوش والله يا جماعة البتنجان. وبرضو نفس الدقة دي تعملها في البتنجان العروس كده، هعمله لكم مرة.
يا جماله بيبقى خطير. انا اعرف كده كنت عملته من التاني وبس، حلو قوي، كان حلو قوي. شوف الطعمية بتاعتي بقى وجمالها، طالعة حلوة ومقرمشة وبتقرقش وجميلة بجد. طلعت شوية طعمية حلوين قوي. وتعالوا بقى نعمل كمان شوية فول، كل حاجة النهاردة بالثوم والدقة. ودي بقى كان الأكل فظيع بجد. شوفوا بقى حبة خل صغيرين بقى في دقة الفول. حطينا برضو فلفل ألوان وحطينا طماطم، حبيت طماطم كبيرة كده وشوية فلفل ألوان. وعملنا لها تغدية شوية الحاجات دول برضو مع حبة زيت. وتعالي حطي بقى شوية ايه الحاجات اللي بعملها دي على طريقة أمي يا جماعة. الله يرحمها ويغفر لها يا رب ويدولها بالرحمة والمغفرة. الفول لما كانت بتعمله كده كنا بناكل فول لما ايه نشبع. وشوفوا الفول شكله عامل ازاي وحبايته صاحية وحلو ازاي جميل. كانوا شوية فول بجد ما حصلوش، حلوين قوي، الواحد ما كلهمش من زمان. شوفوا منظر شوية الفول، حاجة حلوة حلوة. وبجد جربوا بقى ورا كده وشوفوا قولوا لي رأيكم ايه. الحبة الفول دول بقى تسيب اللحمة وتاكليهم من كتر ما هم جمال بجد. اه. وظبطت حيائهم بقى وكده بدوس على حباية الفول الكبيرة. وكده بقى ايه شوفي ايه بقى شوية الفول وهم نازلين الطبق، الله 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 عليك يا سيدي. بالصلاة عليك يا نبي، ولا أجدع طبق حد إيه يعمله. وكده خلصنا الأكلة بتاعتنا، ويا رب ما تنسوا اللايك وتعملوا لايك ومشاهدة حلوة، والأكل كله كان جميل.